على رحل المطار. قلنا لكم يا جماعه ان المطار الرحل بتاعته بتخسر ما بيتكسبش، برضو محدش بيسمع يا جماعه. مش معنى ان حضرتك ربنا بيكرمك وبتطلع المطار وربنا سترها معاك في الطلعه والنزله ومحدش بيجي جنبك اللي انت كده خلاص. لا، خلي بالك في مره كده هتلاقي مثلا ريكوست جالك من المطار، حضرتك بقى طلعت المطار عشان تاخد الريكوست هتلاقي مره واحده مباحث المطار مستنينك وبيسحبوا الرخصه بتاعتك لانك انت مالكش اللي انت تخش المطار. حد دلوقتي هيقول لي لا الكلام ده ما بيحصلش ومش عارف ايه. لا، حصل مع ناس واتسحبت الرخص بتاعتهم، لان حضرتك انت من ضمن شركات النقل الذكي. لما بتخش المطار انت بتحارب شركات السياحه اللي جوه المطار، يعني انت بتبوظ شغل الناس اللي شغاله جوه المطار. لما حضرتك بتروح بعربيتك ايا كان بقى سعر الرحله كام، احنا ما بنتكلمش في سعر الرحله ب 100 جنيه ولا 200 جنيه، او انا ما بتكلمش باسعار، انا ماليش دعوه باسعار، انا بتكلم اللي انت بتبوظ شغل شركات السياحه. طب شركات السياحه اللي في المطار دول والمكاتب اللي في المطار والتكوسه اللي في المطار دول هيقعدوا يحطوا ايدهم على خدهم وحضرتك طالع زي الباشا تاخد الزبون بتاعهم او العميل بتاعهم وتمشي؟ اكيد طبعا لا. اكيد طبعا بقى بيعملوا شكاوي في المطار، بيعملوا شكاوي مباحث المطار، بيعملوا يعني حاجات عشان خاطر انت حضرتك ما تروحش تاخد وتبوظ شغلهم. فبالتالي مباحث المطار بتبتدي اللي هي تتحرك وبتبتدي اللي هي تطلب ريكوستات. وطبعا حصل مع ناس كتير قوي الحوار اللي انا بحكيه واتسحبت الرخصه بتاعتهم. طبعا لما حضرتك بتتسحب الرخصه بتاعتك بتلاقي نفسك بتاخد وقف لمده 6 شهور واعاده ترخيص للعربيه، وبتخش في قصه انت في غنى عنها. ليه؟ عشان خاطر 100 جنيه ولا 200 جنيه في المطار، عشان خاطر 500 جنيه في المطار. طب ما تبعد بعيد عن الليله دي كلها وريح دماغك وخليك شغال في المضمون. كده كده الزبون بتاع المطار جاي، يعني معلش يعني من مصلحه زبون المطار اللي هو ياخد عربيه ب 100 جنيه. طب انت بقى تحط نفسك ليه؟ ده زائد كمان وانت داخل المطار بتوع المرور بتوع المطار لو لقى في عربيتك فيها خدشه بيدفعها. طب ليه؟ ما تخليك شغال في الامان وريح دماغك وابعد عن المطار. تحياتي للجميع.